السلام عليكم متتبعي قناه لمسة اريج، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، ويلقاكم لا فيديو نهار اليوم في اتم الصحه والعافيه. كيف ما كتشوفوا معنا ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الفطائر وفي نفس الوقت لي شنيك. هاد الوصفات بجوج غيكونوا ان شاء الله بعجينه واحده، فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا نبداو على بركه الله. غنجيب واحد الاناء اللي غنخدم فيه. عندي هنا في المكونات بيضه واحده، عندي هنا 2 ملاعق كبار من سكر سنيده، عندي هنا ملعقه كبيره من خميره الخبز، غنوضعها هنا في 200 ملل من الحليب يكون دافي، عندي هنا واحد فاني، وغنخلط هاد المكونات هادو مزيان. وغنضيف الكاس الاول من الحليب، هذا عندي فيه 100 ملل من الحليب. دائما دابا بما انه الجو راه بارد، فالحليب دائما خصنا ندفيوه، سواء الحليب او اي سائل عندنا غندفيوه. وهنا عندي 200 ملل من الحليب، يعني في المجموع هنا 300 ملل من الحليب الدافي. صافي هنا بعد ما خلطتهم مزيان غنضيف هنا غير واحد الملعقه كبيره من الياغورت، وغنكمل الخلط ديال جميع المكونات. صافي وهنا غنبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا عندي 500 غرام، اي نص كيلو من الدقيق، نوعيه خاصه بالحلويات. وهنا غنضيف واحد كيس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام. هنا الخليط ديالي بدا كيتقال، يعني غنحيد هذا الفوي هذا باش نكمل بيديا. وغنضيف البقيه ديال الدقيق، انا كنضيف وانا كنجمع على حسب العجينه ديالي، ما تكونش قاصحه وما تكونش في نفس الوقت خفيفه بزاف كتلصق في اليدين. هنا غنحاول انني نحطها من الاحسن على مائده العمل باش تساعدني كتر وكتر. صافي وغنحاول ندلكها غير شي شويه، يعني بيد ما ندخل فيها داك الدقيق ما بقاش كيبان. وغنخليها تروبوزي واحد 5 ديال الدقائق. هنا بعد ما ارتاح داك 5 ديال الدقائق صافي غنعاود ندلكها شي شويه ونحل العجين ديالي بهذه الطريقه. وعندي هنايا 2 ملاعق كبار من الزبده. هنا الزبده تكون بحراره المطبخ، غنجمع عليها العجينه بهذه الطريقه هذه. صافي وغنبقى ندلكها. هنا ملي غنبقى ندلكها فداك الزبده اللي فيها غتخرج على العجينه كامله، وغيبان لينا بحال ان العجينه ديالنا راها خسرات، يعني ما خسرت ما والو. غنستمروا، يعني كتكون العجينه كتقطع، غنستمروا بالدلك ديالها 5 دقائق متواصله. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا بحال العجينه بحال خسرات وكتولي خفيفه بزاف. صافي غنكمل غير ندلكها هيدايا. صافي وكتولي كتجمع بوحديتها. هنا بعد ما دلكتها ما خدتش مني الوقت بزاف، هنا غنخليها تربوزي على الاقل واحد نصف ساعه. صافي غنغطيها مزيان بالسلوفان ونخليها ترتاح، وندوز مباشره باش نوجد معكم لا كريم باتيسير اللي غنحشي بها هاد الفطائر هادو. عندي هنا 2 ملاعق كبار من لا كريم باتيسير، هنا ممكن انكم تحضروها في المنزل. وعندي هنا ملعقه واحده من سكر سنيده، وعندي هنا 200 ملل من الحليب. هنا في كل ما كانت عندكم يعني لاباط ديالكم يعني كثيره، كل ما غتزيدوا الكميه ديال لاكريم باش يلا تقدكم. صافي انا نخلطها مزيان وغندوز مباشره فوق النار حتى تعقد لي بهذه الطريقه هذه. صافي مباشره غنخويها في هذا البول هذا.
وغنغطيها بالسلوفان. يعني ضروري السلوفان هنا ما يقيس الوجه ديال لاكريم باش ما تكوليش داك القشره. صافي وغنخليها يعني نوضعها في الثلاجه. فمن الاحسن نوضعها في النبيره باش تجيني قد يعني ملي تروبوزي العجينه صافي تكون هي بردات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا العجين ديالي فراه خدا وقته وارتاح مزيان وتكونوا داك الفقاعات. هذا كيدل على ان العجينه ديالي راها خمرات مزيان. صافي غنحيدها من هذا الاناء هذا وغنحاول نخرج لها داك الهواء اللي فيها. صافي هنا غنجيب المدلك ديالي وغنحاول نعطيها واحد الشكل مستطيل او مربع كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. هنا هنا غنقسمها على حسب القياس اللي بغيت انا. وهنا الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا بعد ما بردات كيكون الشكل ديالها بحال هكذا، ولكن كنخدموها سواء بالوفيوي ولا بهذا ولا غير بيدنا بشي حاجه. صافي كتطلق راسها. كل قطعه كنوضع فيها ملعقه كبيره من لاكريم وكنحاول نعطيها واحد الشكل مربع شي شويه يعني شي شويه كنساوي داك لاكريم باش ما تبقاليش مجموعه غير في واحد الجهه. والجزء الثاني ديال العجينه ديالي فكن نعمل فيه هاد الاشرطه هادو. هنا كنستعن بالقليل من الماء باش كندوز غير على داك الحواف وما يتحلوليش من بعد ملي كيولد كيطيبوا في الفرن. صافي هنا غنقلب الجزء الاول على الجزء الثاني بهذه الطريقه هذه باش نشكل مربع ونحاول نضغط بيديا على الاطراف باش ما يتحلوش من بعد. وبالنسبه للعجينه الزايده اللي عندي فممكن انني نقصها بالقطعه ديال البيتزا باش يجيني شكل واحد ويكون الشكل ديالهم متساوي. غنبقى هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونتلاقى معكم. فهنا بعد ما كملت كل شيء هنا خليتهم حتى يختمروا معايا واحد 30 دقيقه بيد ما ضاعف الحجم ديالهم شويه. وهنا عندي اصفر بيضه، هنا بيضه كامله عفوا مع القليل من الكاكاو، يعني كندهنهم غير برفق هكذا. فهذه فقط السنيوه الاولى، مازال لي كميه اخرى. هنا الفرن يكون ضروري عندي مشعول من القبل، يعني من التحت ومن الفوق يكون مشعول على الجهتين. صافي وغندخل الصينيه ديالي الفرن، يعني طيب وتحمر من الجهتين بجوج. بالنسبه للتزيين عندي هنايا انا الزنجلان اللي كان متوفر عندي، اللي عنده لوز ايفيلي ممكن انه يزين به، واللي ما عنده متوفر حتى شي حاجه ممكن يخليهم هكذا. فهنا هاد لي شنيك هادو راني كيف ما قلت لكم انا من عجينه واحده خرجت جوج انواع ديال الفطاير. فهنا تبقات لي واحد الكميه قليله من لاكريم. صافي قلت علاش ما غاديش نسرح هاد العجينه هادي ونخرج منهم لي شنيك. صافي كيف ما كتشوفوا سرحت هاد العجينه اللي بقات لي ودهنتها بالفوق من داك لاكريم اللي بقات لي ومع القليل من لي بيبي دو شوكولا. صافي هنا غنقطعهم بشكل طولي بهذه الطريقه هذه وغنروليهم، وكنكون تحصلت على جوج انواع من الفطائر بعجين واحد. وصافي هنا كذلك غنخليهم يختمروا، ومن بعد غنديرهم حتى هما باصفر بيضاء وندخلهم الفرن ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله.
اذا بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كان هذا هو شكل الفطائر ديالنا، صراحه كيجيو قطنيين ومذهبين ساهلين في التحضير، ماشي شي حاجه صعيبه، ممكن انكم توجدوهم في يعني في اقل مده. ودائما يعني الحاجه اللي اهم من هذا الشيء كامل انهم اقتصاديين، ما فيهمش المكونات اللي هي غاليه ولا شي حاجه يعني اللي كثيره. فكنتمنى ان فيديو نهار اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلبكم وتعلمتوا شي حاجه ان شاء الله، شي فكره ولو فكره بسيطه. دمتم في رعايه الله وانتظروا الجديد ديالي ان شاء الله. دمتم اوفياء.